الايام دي ناس كتير جدا بتحب السكوترات اللي من فئه الادفنشر. النهارده في ضيف جديد 200 سي سي من كي واي الاكس دي في. هنبص عليه بصه ونشوف هو تمام ولا اي كلام. خلينا نبتدي الفيديو ده بحاجه تفيدكم قوي. ان ريبسول دلوقتي عملت ويب سايت تقدر تدخل عليها وتطلب الزيت اللي انت عايزه ويوصلك لحد باب البيت مجانا من اول عبوتين وطالع. يعني مش هتاخد الزيت بسعر زياده ولا تخاف ان الزيت ده يكون مضغوط. مبدئيا كده يا جماعه اللي انتوا بتشوفوه ده هو تغطيه سريعه على اهم مواصفات السكوتر جوه معرض، مش ريفيو كامل تقدر تعتمد عليه لو انت عايز تشتريه وتركبه. مش وافي يعني، ولكن متابعه الموديل لسه نازل جديد. خلينا نقول لكم مواصفاته واسعاره وكل حاجه عنه. طيب اللي قدامنا ده من شركه اسمها كيواي، اللي ما يعرفهاش. كيواي اللي هي اصلا يعتبر ايه، بنيلي، واحده من الشركات القويه جدا والاقتصاديه جدا بره. حلو يعني، شركه موثوقه وكويسه جدا جدا. السكوتر اللي قدامنا ده الاكس دي في، واحد من السكوترات الادفنشر الصغيره ال 200 سي سي اللي نازله في السوق المصري واللي بتقدمها شركه كيواي. السكوترات دي كلها اصلا مستوحاه من فكره هوندا لما عملت سكوترات ادفنشر، وفي نفس الوقت جابت موديلات صغيره زي ال 150 منها الاكس دي في بتاعها. فالسكوتر ده مستوحى زي ما تقول من هوندا، فلازم نقيمه على اساس الديزاين. هم حوروا على هوندا في ايه وعملوا شكل حلو ايه وكل التفاصيل دي. طيب خلينا نبص اول حاجه الشكل الخارجي عشان نعرف هو تمام ولا اي كلام. الشكل الخارجي يا جماعه، الاضاءه الاماميه ما شاء الله ما شاء الله ليد، فيها ليد هنا جميل قوي وعدستين قدام، ودي نفس الاضاءه بتاعت الفيستا. وحاجه كويسه قوي لما اقول لك نفس حاجه نزلت في السوق بقى لها سنين وجربت بقى لها قطع غيار، فنقطه قطعه الغيار دي وهنتكلم فيها بعدين. السكوتر من قدام فيه سكرينه اماميه تعتبر نسبيا كبيره، تقدر كمان تغير المستوى بتاعها بانك تشد ده من ناحيتين، من هنا وهنا، تقدر ترفع السكرينه من فوق. فبصراحه لسه حاطين طعم الادفنشر بشكل كويس. السكوتر حاطين فيه تطعيمات حلوه قوي في اللون، يعني هتلاقي الرموش السوداء اللي طالعه من العدسات مع اللون الاحمر حلوه جدا جدا. طيب الشكل الخارجي جميل قوي كمان بالاضاءه اللي طالعه هنا كوبي بيست هوندا، فالموضوع بشكل عام حلو قوي من الواجهه بتاعته. السكوتر ده في الاساس كانوا عايزين الظهر بقى يصفحوه عشان تمشي في المدينه بجد وتخبط في اللي نفسك فيه، عشان كده عملوا البار الحديد اللي موجود تحت هنا ده. بصراحه واقعي جدا، ازاي تبقى سكوتر ادفنشر ومش عايز تدخل في زلط وما يحصلكش حاجه. حاطين لك هنا البار ده، لو حكيت في رصيف او اي زلطه هيحمي السكوتر من على الجنب. حاجه متكلفه قوي تحسسك ان السكوتر ده اللي عمله ما عملوش عشان يبيع ويزود الانتاج بتاع الشركه وخلاص، ده كان عايز يعمل حاجه فيها فن شويه. فحلوه الحكايه دي. تعالى نبص من ورا. من ورا شكله حلو كمان بصراحه، تقريبا كوبي بيست الهوندا، شكله جميل. ال اي دي طبعا امامي وخلفي، ودي حاجه كويسه قوي يعني هتتشاف في اي وقت. فبشكل عام بصراحه من بره حلو قوي. تعال نبص عليه بقى من جوه قبل ما ندخل على المواصفات بتاعته. اول حاجه عايز اقول لكم عليها، السكوتر ده على الرغم ان هو اقتصادي هو تشغيل بصمه، مجرد ما بتدوس هنا ويبقى معاك المفتاح في جيبك تقدر تدوره. طيب غير البصمه ما شاء الله حاطين الكتل اللي هنا كتل مضيئه، فبصراحه يعني اهتمام بكل التفاصيل. العداد بتاعته عدادات ديجيتال، والحلو اللي فيها ان فيها درجه حراره الجو، قال يعني بقى انت بتدخل بيه في الادغال وهتبقى عايز تعرف الجو النهارده ايه اخباره. حاطين لك هنا اكس دي في بتنور شكلها حلو قوي، وفي هنا مخرج ولاعه. والاحلى في الموضوع ان ولاعه مش يو اس بي يا جماعه. انا ما اعرفش الناس اللي بيحطوا يو اس بي بيبقوا في بالهم ان احنا عايزين نشحن موبايلاتنا بس، ما بيحطوش حساب ان انت لو احتجت كومبريسور توصله هنا عشان تنفخ العجله، يعني مش حاطين حسابهم في النقطه دي. فمدخل الولاعه ده حلو، وصل فيه انت بقى يو اس بي ولا نفسك فيه اللي انت عايزه موجود. هنا في ادراج موجوده هنا. هنا في مكان البنزين عباره عن نفق فتيس، في مكان البنزين بيتفتح بالازرار اللي موجوده هنا هو الكرسي، بس لازم تقريبا نطفي السكوتر ده. بشكل عام الجادون كمان جاي بشكل خط كده، وده نسبيا اللي بتديه الفكره بتاعت الادفنشر شويه على اساس ان انت تبقى متحكم. حاجه حلوه قوي بقى في الكرسي يا جماعه، كانوا الناس بتوع كيمكو عملوها الاول، عاملين لك الكرسي باحساس المخمل او الكانتاره، يعني لمسه كده بيحاولوا يعملوا لك ايه، احساس فخامه. شايفين ده الجلد العادي اللي بيجي في اغلب الموتوسيكلات، او مثلا بيجي زي ده حاطين لك هنا احساس كده ايه، نظيف شويه. غير كده كمان حاطين لك هنا على المكان اللي بتحط فيه رجلك ان هو جايب لونين مكتوب عليه اكس دي في، وهنا كمان في استيكرات. فبصراحه التفاصيل والخامات مهتمين بيها جدا جدا. وهتلاقي حتى هنا مكتوب كي واي، شكلها حلو قوي. وفي هنا كمان زرار علشان تفتح الشنطه. مش عارف بقى ايه الفكره ان هنا يحط لك زرار تفتح الشنطه وهنا يحط لك زرار تفتح الشنطه، بس غالبا لان البصمه دي
اوبشن متركب على الاصدار ده، يعني الاصدار ده اصلا بيفتح من هنا وكان مفتاح مثلا ان هم حطوا عليه البصمه، حاجه شبه كده. طيب الشنطه بتاعته شنطه واسعه قوي، هي اي نعم ما تبانش طويله ولكن هي غويطه قوي، فهتقدر تاخد الخوذه بتاعتك بكل راحه، فدي فكره كويسه من فكره الادفنشر. فالله ينور. هنا في مكان تقدر تحط عليه البوكس بتاعك الخلفي بدون ما نعدل ولا نحتاج راك ولا اي حاجه، فكل الكلام ده يخدمه. يا عم اقفل يا عم. ماشي، هو مش عارف يقفل، مش عارف ليه، بس احنا اصلا ملصمين البطاريه فمش عايزين نعمل مصيبه. طيب تعال نيجي بقى للمواصفات العامه بتاعت السكوتر ده. السكوتر ده جاي بمساعدين مقلوبه، ودي حاجه حلوه قوي تميزه حتى عن الدايو اللي نازل في الفئه بتاعته هنا في مصر. المساعدين المقلوبه هيدولك ثبات افضل مع ديسك امامي وخلفي ما فيهوش اي بي اس، ودي نقطه بصراحه كان نفسي يبقى فيه اي بي اس، خصوصا مع السعر اللي انتوا هتسمعوه. السكوتر ده فيه سي بي اس بس، كومباين بريكنج سيستم، اللي بتخليك لو دوست الفرامل اللي قدام هيداس الفرامل اللي ورا اجباري معاها بنسبه عشان تقلل ان الفرامل بتاعتك دي تكلبش على اي اسطح ناعمه او فيها حاجه. في حاجه غريبه قوي شفتها في السكوتر ده، ان هو هنا حاط لك مكان الفوج لايت، والحركه دي حلوه قوي حتى لو مش مفتوحه بسهوله، بس ممكن تعدلها انت بسهوله انك تحط اضاءه زياده موجوده تحت، فنقطه حلوه قوي. السكوتر جاي بالموتور بتاعه نفس الموتور اللي شفناه في الفيستا، ودي حاجه حلوه قوي. بالنسبه للموتور غالبا هتلاقي ليه قطع غياره. الموتور ال 200 سي سي اللي بيطلع تقريبا حوالي 12.5 حصان او 13 حصان، تبريد هواء كاربراتير، يعني بيزك خالص الموتور ده، فالمفروض ان ما فيهوش اعطال ومتجرب ومعروف، فدي نقطه حلوه قوي. السكوتر ده دي الفرامل الخلفيه بتاعته زي ما انتم شايفين، ديسك كده بس الديسك مستخبي شويه. نظام المساعدين الخلفيين، مساعدين عاديين اهم كده، 2 مساعد خلفي طبعا. الملاحظات اللي ممكن تلاحظها بقى على السكوتر ان الشاشه دي انا مش شايف لها زرار بيعلي ويوطي الاضاءه بتاعتها، بس هي في اقل اضاءه الازرق بتاعها ما بيبانش قوي. في نقطه كمان بصراحه يا جماعه، خامات الكتل متواضعه قوي، مش حاسسها الكواليتي بتاع كيوي، يعني في حاجه غلط يا جماعه في خامات الكتل دي، حاسسها المفروض كانت تبقى احسن شويه، خصوصا بالسعر اللي انت تسمعوه في اخر الفيديو. السكوتر ده الشكل بتاعه تمام قوي، والخامات بتاعته مقبوله جدا جدا جدا. النقطه المهمه كمان بتاعه الموتور ده في الوقت اللي لسه السكوتر نازل فيه جديد، عايز اقول لك ممكن تطمن له شويه، عشان الفيستا بصراحه سكوتر نجح وكان كويس وابن حلال، فدي نقط كويسه كتير على السكوتر ده وهو لسه نازل. طيب السكوتر ده نازل بسعر 110,000 جنيه، وده اللي بصراحه بحسه مش تمام قوي. تقييمي للسكوتر ده ان هو يسوى 100,000 جنيه، لان الدايو المشهور واللي كويس واللي مسمع عامل 77 او 80,000 جنيه، ف 20,000 جنيه كفايه قوي ان انا ادفعهم فوق الدايو عشان اقدر اخد ماركه كويسه وحبه مواصفات زياده واعتماديه شويه بالنسبه للموتور، ولكن 30,000 جنيه حاسسهم زياده وممكن ده يخلوه تقيل شويه في السوق. فايه رايكم انتوا في السعر وفي الخامات وفي الشكل؟